حبايبي زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا خلصنا احلى قرنبيط مقرمش. انا عايزه اوريه لكم. بصوا اهو اهو تمام اهو بالهنا والشفا زي ما انتم شايفين من جوه. شايفين اهو بألف مليون هنا والشفا. الطريقه دي ان شاء الله تتابعيها وهيطلع معاكي احلى قرنبيط اهو اهو. يا رب تكون كده بان ان هو مقرمش معايا وطعمه تحفه، لان احنا سايبينه في التتبيله زي ما قلت لكم. واللي هيدخل ان شاء الله ويشوف الطريقه هتعجبكم. وادي اسهل فول بطماطم وطعمه روعه ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تبخلوش عليا بالتعليقات الحلوه الايجابيه ان شاء الله، عشان والله ما ببخل عليكم باي معلومه واي حاجه بضيفها ولا بحطها بقول لكم عليها على طول. فانتوا كمان ما تبخلوش ان انتوا تشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. ويا رب ان شاء الله الوصفات اللي احنا عاملينها سهله وبسيطه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناه سر وصفه ماما. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله اللي هي اكلات سريعه وفي نفس الوقت حرشه كده وتاكل بالهنا والشفا ان شاء الله. هعمل النهارده قرنبيط مقرمش. تمام. ده انا كان عندي قرنبيط انا بفرزه عامه في الفريزر. تمام. فانا عندي قرنبيط، فانت ممكن تحتفظي بالفيديو لو انت ما عندكيش قرنبيط. تمام. فانا النهارده هعمل قرنبيط وهعمل فول من اللي احنا مفرزينه بس بطريقه تانية. الطريقه دي برده مش موجوده عند حد غير عندنا، خفيفه وهتاكل وهتعجبك ان شاء الله. طيب القرنبيط هتعمل ايه؟ انا معايا دقيق ومعايا دقيق ومعايا نشا ومعايا لبن بودر. التوابل بقى لو ما عندكيش لبن بودر تمام، انا ولا بحط له بيض ولا بحط له لبن، بس بحط له لبن بودر يديني نكهه كده. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. طب ايه التوابل بقى؟ التوابل توم بودر، بصل بودر، حته جنزبيل صغيره، يعني قولي ربع معلقه صغيره، ربع معلقه شطه، معلقه صغيره كزبره، معلقه كمون او نص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود. طيب التوابل دي كلها هتعمل ايه؟ هقسمها على 2. تمام. ازاي؟ نص هحطه على الدقيق ونص التاني هعمل خلطتين للقرنبيط. خليكي معايا عشان هوريكي هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا حاطه شويه ميه على النار يغلوا. تمام. هحط لهم معلقتين سكر. ده انت بتحط للقرنبيط سكر؟ عشان يبقى طعمه معايا مسكر. تمام. وهديه تقليبه كده. تمام. وهسقط فيه القرنبيط 5 دقايق 10 دقايق، مفيش مش هياخد 10 دقايق. ماشي. هقول لكم الوقت اللي اخده معايا. زي ما هو متلج كده لو عايزه تحطي له قرنبيط تمام، بس انا كنت قبل ما افرزه كنت مديها سلقه بسيطه وحاطه فيها كمون، فانا مش هحط. فانت لو عايزه تحطي معاه كمون تمام. زي ما هو متلج كده هسقطه في الميه زي ما انت شايفه كده معايا. هديله سلقه بسيطه، انا مش عايزاه يتهري عشان انا عايزاه يكون مقرمش معايا. سلقه بس بسيطه. هقول لكم اخد معايا قد ايه بالظبط. تمام. وهطلعه عشان ابتدي اعمل له اعمل له الكفر بتاعه. حبايبي زي ما انتم شايفين انا هاخد التوابل اهي كلها. شايفين اهي. تمام. كل التوابل. طيب اللي ناقص طبعا الملح. هاخد الملح احط معلقه كده وبعد كده نبقى ندوق الحياء بتاعه ونشوف عايزين قد ايه تاني. تمام. وهحط عليهم الدقيق. خليكم معايا كده اوريكم هنحط ادي كوبايتين دقيق. ادي كده 3 كوبايات دقيق. تمام. ادي 3 كوبايات دقيق. تمام. هتعملي ايه تاني؟ هقلبهم. ماشي زي ما انتم شايفين كده. طيب هحط عليهم اللبن البودره. حاطه معلقتين كبار لبن بيدي طعم معايا حلو. تمام. لو مش عايزه تحطيه ما تحطوهوش براحتك، بس انا جربتها كده وجربتها كده جميله يعني. تمام اهو. طيب هحط تاني؟ هحط عليهم النشا. النشا حط 4 معالق. ادي 3 4 معالق نشا. تمام اهو كده. انا الخلطه عندي جاهزه. الخلطه دي هقسمها نصين. نص هحط عليه ميه ماشي، والنص تاني هخليه زي ما هو كده. هخليكي معايا هوريكي هنعمل بيه تاني ان شاء الله.
حبايبي زي ما انتم شايفين انا سايبه القرنبيط عشان هو متلج وكان في الفريزر بياخد وقت عن ما بيبقى طازه، خلي بالك يعني من القصه دي. تمام. الناحيه الثانيه انا حاطه زيت على النار في الطاسه. تمام، خدي بالك معايا من الطريقه دي. هبتدي اعمل ايه؟ الفول اللي انا قلت عليه. فانا هسيب الزيت يسخن معايا حبه عشان اصب عليه ايه؟ الصلصه. زي ما انتم شايفين الزيت معايا سخن. تمام، فانا هبتدي احط له الصلصه. تمام، هسيب الصلصه غلوه واحده بس لان انا عندي الصلصه بتاعتي مسبكه. تمام، لكن انت لو الصلصه بتاعتك مش مسبكه هتسيبيه لحد ما تتسبك بس حبه. تمام، لكن انا عندي اصلا الصلصه انا بكون مسبكاها وشايلاها. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين معايا اهي الصلصه. تمام، انا طشيتها اهي بالزيت. هحط لها التوابل اللي انا بحطها كمون، شطه، ملح. تمام اهو. خلي بالكم من الطريقه دي والله هتلاقوه طعم وتاكلوا منه بطريقه مش معقوله، وخفيف وفي نفس الوقت ايه؟ طعمه جميل. تمام، دلوقتي هعمل ايه؟ هحط عليه الفول. تمام، زي ما انتم شايفين كده هحط عليه الفول اهو. تمام، هسيبه ايه؟ ههد عليه العين. ماشي، ههد عليه عين البوتاجاز. تمام، واسيبه ايه؟ هو كده كده الفول مستوي، يتسبكوا مع بعض والفول يتشرب من طعم الصلصه. تمام، وهوريه لكم حبايبي زي ما انتم شايفين. تمام، انا دلوقتي ايه؟ خدت كوبايه واحده من الخليط اللي احنا عملناه. تمام، ده اللي هحط عليه الميه عشان اجهز للقرنبيط. طيب والخليط ده اللي هما الكوبايتين او كوبايتين دول هبتدي احط عليهم حبه نشا تاني عشان انا عايزه الكفر اللي من بره يكون مقرمش. تمام، لو انت مش عايزاه مقرمش وعايزاه عادي خلاص استكفي كده. كمان عشان عايزاه مقرمش هحط له ايه؟ 3 معالق نشا. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده، وهقلبهم. واحتاج مني معلقه ملح صغيره عشان انا ايه؟ اظبط الحياء بتاعه. تمام، رحت حطيت له معلقه ملح صغيره، وزي ما انتم شايفين كده هقلب كده ايه؟ الكفر الخارجي اللي من بره كده جاهز معايا. تمام، التاني ده انا هزود عليه ميه عشان ابتدي ايه؟ اسقط فيه القرنبيط. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين كده انا هبتدي ايه؟ احط عليهم كوبايه ميه. دول كوبايه دقيق، حطيت عليهم كوبايه ميه وهبتدي اقلب كده. تمام، انا عايزه الخليط مش شبيه بالكيكه، اقل سمك حبه، ولا خفيف ولا تقيل. هوريكم برضو السمك بتاعه. تمام، هو دلوقتي ايه؟ سمكه خفيف، فانا ايه؟ هزوده كمان ايه؟ نص كوبايه تاني وهشوف ايه الاخبار. طيب هزود دلوقتي نص الكوبايه واشوف ايه الدنيا معايا. تمام، ولا تقلقي لو خف منك، احنا عندنا ايه؟ الناحيه التانيه اللي الدقيق اللي هو ايه؟ الكفر الخارجي ممكن تاخدي منه عادي. تمام، طيب انا شايفه كده السمك معايا كويس قوي. يعني كوبايه الدقيق اخدت معايا كوبايه ونص ميه. تمام زي الفل. تمام، عايزه تظبط احيائها على كده. تمام، دوق احيائها عشان يظبط معاكي القرنبيط ويبقى طعمه جميل. تمام، لان انا الحياء كده معايا مظبوط. تمام كده بالنسبه لي انا ايه؟ حلوه. ليه؟ لان هي انت هتقولي خفيفه، لا هي اما هتقعد سنه عقبال ما انا اجهز القرنبيط ويهدى شويه من السخونه هيبتدي ايه؟ الدقيق يتقل، فانا مش عايزه اكتر من كده. تمام، خليكي معايا عشان اوريكي بقى المرحله الجايه ان شاء الله هنعمل ايه. حبايبي زي ما انتم شايفين كده القرنبيط في الميه، انا هبتدي ايه بقى؟ هخرجه. تمام، لان هو كده ايه؟ فاضل له حاجه يعني تكه بسيطه ويستوي. طب ايه ده؟ مش المفروض تسويه؟ لا، بسيب فيه حبه عشان يبقى مقرمش معايا. تمام، لان ده زي ما انا بقول لكم ده كان في الفريزر مش طازه. تمام، لو طازه مش هياخد الوقت ايه؟ اكتر على في الغلي يعني. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا هصفيه وهحطه دلوقتي ايه؟ في ميه متلجه، وبعد كده اوريكم انا هشتغل فيه ازاي. حبايبي زي ما انتم شايفين. تمام، بعد ما ارتاح شويه القرنبيط بص تقل ازاي. تمام، يبقى هنعمل ايه؟ انا لسه معايا نص الكوبايه، هفضل ازود برده زي ما انا قلت لكم لان هو بيتقل. تمام، القوام اللي انا وريته لكم كان كويس، بس لما قعد تقل، فانا مش عايزاه يتقل، انا عايزاه خفيف. تمام، فهبتدي اعمل ايه؟ هزود تاني. تمام،
كده القوام معايا زي الفل، انا مش عايز تاني. بقيوا عندي من الكوبايه يا دوبك ربعها، تمام. يبقى حاطه كده كوبايه الا ربع تاني غير الكوبايه اللي كنا حطيناها، تمام اهو. ليه برضو؟ اما هيقعد شويه هيتقل. طب انت هتقعديه ليه؟ ما انا هقول لكم التكايه بقى بتاعت سر وصفه ماما، اللي هو هحط فيها القرنبيط شويه، هسيبه قد ربع ساعه ياخد من طعم الخلطه ومن طعم التوابل. دي التكايه بتاعت سر وصفه ماما، تمام. وهسيبه شويه برضو حبه هيتقل، بس مش هيتقل زي الاول. ليه؟ لان انا هحط عليه ايه؟ هسقط عليه القرنبيط. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين انا هجيب الحله اهي، تمام. بعد ما صفيتهم منها، تمام، هم اتصفوا خلاص خالص، هبتدي احط عليهم الخلطه اهي زي ما انتم شايفين كده معايا اهي. وهسيبهم زي ما انا قلت لكم ربع ساعه اهو. هقلبهم، تمام، وهسيبهم في الخلطه دي ربع ساعه عشان يتشربوا من الخلطه، عشان لما تيجي تاكلي حته القرنبيطه كده من جوه ما تلاقيهاش عدمه او ايه فيها احياء غير اللي في الكفر بره وغير الايه العجينه، تمام. خليكي معايا دلوقتي لحد ايه ما نقعد ربع ساعه تتشبع القرنبيط بالخلطه، وهوريكي هنعمل ايه. واحنا في نفس الوقت دلوقتي هوريكم الفول على النار. حبايبي زي ما انتم شايفين الفول اهو على النار، انا سايباه على نار هاديه عقبال ما اخلص القرنبيط. انا سايباه على نار هاديه، شايفين؟ ودوقوا بقى طعم الفول بعد ما تحطوا له التوابل، والله هيعجبكم. وخفيف وفول يعني ايه طعم تاني غير اللي انتم متعودين عليه. هو فول بس طعم تاني، طعم مختلف، وكلنا حابين التجديد طبعا، تمام. فده نوع مختلف وجديد وان شاء الله خفيف وهيعجبكم باذن الله. فانا برضو سايباه لحد ما يتسبك حبه اكون خلصت القرنبيط عشان اخلص الاكل كله في نفس الوقت. حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا سبته ربع ساعه زي ما هو كده، تمام اهو. شايفينها هي عامله ازاي اهو، تمام. هي ولا خفيفه ولا تقيله، تمام. هعمل ايه؟ هاخدها انا دلوقتي وهحطها في الدقيق. لو حسيتيها خفت منك، تمام، هتعملي ايه؟ او انت مش عايزاها خفيفه ممكن تتقلي من الدقيق ده. حبايبي زي ما انتم شايفين لو حسيتيه خفيف حبه هتحطي له ايه؟ حبه دقيق. انا حطيت له معلقه دقيق عشان انا عايزه ايه؟ انا مش عايزاه السمك بتاعها تقيل ولا خفيف، فهو بالنسبه لي كده كويس، تمام. هعمل ايه؟ هصفيها كده وهروح واخداها كده، تمام اهو. انا عاملاها وردات صغيره اهو. انا دلوقتي مولعه على الزيت، تمام. ولعت على الزيت، عايزه درجه حراره متوسطه مش عاليه قوي، تمام. طيب هتعملي ايه تاني دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين ايه، هدبلهم هقلبهم في الدقيق ده، تمام اهو. هفضل اقلب فيهم وهعمل ايه؟ هحطهم في ايه؟ في الزيت. طيب زي ما انتم شايفين انا حطيت كميه اهو في الدقيق، تمام. وهبتدي ايه؟ انا الزيت بالنسبه لي سخن، تمام. هاخد القطعه كده وهنفضها كده، تمام اهو، واحطها في الزيت. بسم الله اهو، تمام. هاخد القطعه كده هنفضها وهحطها في الزيت اهو. هنفضها واحطها في الزيت، تمام. هكمل كل الكميه كده وايه حبايبي زي ما انتم شايفين انا كملت القرنبيط في الطاسه كلها وحطيته سايباه ايه يحمر. مش بحركه غير اما تحمر الطبقه اللي تحت، مش بحركه من مكانه. طيب وانا هنا زي ما انا كنت قايله لكم ان انا مهديه على الفول، تمام. خلاص هو اتسبك معايا وبقي زي الفل، تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. كده انا هطفي عليه حياءه زي الفل وطعمه زي الفل كده. انا هطفي عليه، تمام. كده بالنسبه لي الفول خلص، تمام. هستنى بس القرنبيط يطلع من الطاسه. زي ما انتم شايفين اهو اتحمر معايا حبه، رحت انا ابتديت ايه اقلبه. كله ده على نار متوسطه، انا عايزاه يطلع مقرمش وطايب لان انا ما سويتوش سوا كامل في الميه المغليه، تمام. سايباه يقرمش كده معايا على نار متوسطه، ولا هاديه عشان يشرب زيت ولا عاليه يتحرق، تمام. زي ما انتم شايفين كده، وهوريه لكم اول ما يخرج. حبايبي زي ما انتم شايفين بصوا حمر ازاي معايا، شايفين؟ بصوا انا هوريه لكم دلوقتي ان هو مقرمش ازاي اهو، تمام اهو.
خلي بالك انت معاكي هيكون احلى من معايا، لان انا زي ما انا قلت لكم انا على القناه بستخدم دي حبه كامله تمام، لكن معاكي انت هيبقى مسفر وايه، فان شاء الله هيبقى احلى من عندي باذن الله. زي ما انتم شايفين حبايبي بصوا اهو اهو، شايفين اهو تمام. انا هكمل الكميه وارجع لكم حبايبي. زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا خلصنا احلى قرنبيط مقرمش. انا عايزه اوريه لكم، بصوا اهو اهو تمام اهو بالهنا والشفا زي ما انتم شايفين من جوه، شايفين اهو بألف مليون هنا والشفا. الطريقه دي ان شاء الله تتابعيها وهيطلع معاكي احلى قرنبيط اهو اهو. يا رب تكون ايه كده بان ان هو مقرمش معايا وطعمه تحفه، لان احنا سايبينه في التتبيله زي ما قلت لكم. واللي هيدخل ان شاء الله ويشوف الطريقه هتعجبكم. وادي اسهل فول بطماطم وطعمه روعه ان شاء الله هتعجبكم. بس ما تبخلوش عليا بالتعليقات الحلوه الايجابيه ان شاء الله، عشان والله ما ببخل عليكم باي معلومه واي حاجه بضيفها ولا بحطها بقول لكم عليها على طول. فانتوا كمان ما تبخلوش ان انتوا تشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. ويا رب ان شاء الله الوصفات اللي احنا عاملينها سهله وبسيطه تعجبكم.